في الجزء الأخير من هذه الحلقة هيكون لنا ميعاد مع دوري روشن. احنا توقفنا يمكن مع بداية أفريقيا، ولكن آن الأوان لازم ان احنا نتابع طبعا دوري روشن. هيبقى معانا كل الأهداف الخاصة بآخر جولتين. هيكون ضيوفنا في هذه الفقرة الكباتن الكبار، الكابتن عادل عبد الرحمن، كابتن إبراهيم صلاح، والناقد الرياضي الكبير الأستاذ عبد العظيم راغب. في الجزء الأول والثاني أكيد هنتكلم عن منتخب مصر، هنتكلم عن مباراة بنين القادمة إن شاء الله يوم الاثنين القادم 6:00 مساء إن شاء الله، ويا رب يكرمنا ونعبر إلى دور الثمانية بإذن الله. وسنعرج قليلا عن الكرة المصرية. يسعدني طبعا في الفقرتين دول يكون معانا 4 من النجوم الكبار من اليمين للشمال دون التقيد بالأقدميات. يعني يبدو أن أنا هبدأ بأحدث واحد في القعدة، نجم مصر والنادي الاهلي كابتن ايمن اشرف. مساء الانوار. مساء الانوار كابتن. اهلا وسهلا. حظك ان انت قعدت هنا وانا دايما ببتدي باليمين. اللهم اجعلنا من اهل اليمين. اللهم امين. امين يا رب. نجم مصر طبعا والنادي الاهلي كابتن سمير كمونه. مساء الانوار. مساء الانوار. اهلا وسهلا. شياكه دي يا ابو كريم. انا بحاول بحاول اقلد بس المأمورية صعبه. بس بنحاول يعني. لنا شرف المحاوله. ربنا يخليك. وطبعا النجم الجميل، ولسه كنت بتكلم من يومين مع الكباتن الكبار عن الناس اللي هم كورتهم حلوه قوي وهي في رجليه، حاجه شيك قوي قوي. وهو كمان جاي لنا النهارده ببدله طلياني شيك قوي. مدير طبعا رياضي كمان لنادي بيراميدز كابتن هاني سعيد. مساء الانوار. اهلا وسهلا. منور بيك يا كابتن. طلياني فعلا. انت عارف بقى. طيب. واثنين افريقيا. اثنين افريقيا. والكوتش الكبير طبعا الكابتن عبد الحميد بسيوني. مساء النور يا ابو كبير. مساء النور يا كابتن. يا اهلا وسهلا. يا مرحبا. طيب نبدا كده حوارنا الاول. مين اقدم في القعده دي؟ اقدم واحد في الملعب كابتن سمير. كابتن سمير يا كابتن. انت اقدم واحد. وبعديك مين؟ كابتن بسيوني. وبعدين الكابتن هاني طبعا. واخيرا انت اعتزلت ولا لسه هتلعب ولا ايه؟ لا لسه مكمل ان شاء الله. والله بتتمرن الفتره دي؟ بتمرن وفي عروض ان شاء الله، يعني في شهر 1 ان شاء الله يعني هروح فريق باذن الله. يعني هترجع الملعب مره ثانيه في يناير ان شاء الله. اللي هو الشهر اللي احنا فيه ده. باذن الله. اتكلمت مع حد ولا لسه؟ في عروض كده ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله باذن الله. هنا ولا بره مصر؟ لا هنا ان شاء الله. هنا مصر. تحب تقول لنا ولا؟ لا يعني خليها لما الموضوع يخلص ان شاء الله. طيب نادي في الحته الفوق النص الاولاني ولا النص يعني الثاني؟ في الوسط كده. في الوسط. في الدفع يعني. في الدفع. ربنا يوفقك ان شاء الله. لكن بتتمرن اكيد انت الفتره دي، لان انت متوقف اديلك بتاع 6 شهور مثلا حاجه كده. بس لا بتمرن بشكل كبير، وبنزل ملعب وبتمرن يعني. ممتاز. محافظ على معايا مدرب وبتمرن يعني كل يوم اوقات فترتين برافو. يعني بيجي يلعب معانا اوقات يا كابتن بنجهزه برضه. بيجي يلعب معانا كوره اوقات. خماسي بجد؟ سباعي بنجهزه. لا لعيب جامد جدا. الله يكرمك. بس انا مره اديتك 1 2 فاكره والله. فاكره والله. عملها لي كده، عملتها له على وش رجله. طبعا رجله ما عارفه السكه على طول. فاكره ولا مش فاكر؟ فاكر طبعا. طيب الحمد لله. عشان الناس تفتكر احنا بنضحك يعني. طيب عايز ابتدي الاول يعني اخد رايكم انتوا الاربعه كده سريعا، وخلينا عشان كلكم هتقولوا مصر فخلينا نقول خرج مصر بره الموضوع. اوكي؟ التوقع مين ياخد بطوله افريقيا غير مصر؟ يعني سؤالي واضح؟ واضح. يعني من متابعتكم طبعا للمباريات يعني والمستويات. يعني طبعا يا كابتن طالما خرجنا مصر بره خرجنا مصر الموضوع. يعني كلكم هتقولوا مصر. في عندنا المغرب. لا في عندنا عندنا فرقه واحده. ما هو المشكله ان في طب قول فرقتين. مجموعه فرق كويسه. قول فرقتين. في المغرب والجزائر. المغرب والجزائر. اوكي كابتن هاني. المغرب ونيجيريا. نيجيريا جامده برضو جدا. المغرب ونيجيريا. المغرب ونيجيريا. المغرب والسنغال. المغرب والسنغال. برضو فرقه جامده جدا السنغال. منتخب المغرب وسط جماهيره قوي جدا وشرس. السنغال بيلعبوا كوره يعني حديثه وعندهم شراسه هجوميه غير عاديه. دي حقيقه. عندهم فرقه كابتن وتجانس وكوره حلوه. وهم شكلهم في الملعب واضح قوي ان هم عايزين يعملوا حاجه. واضح هم مرشحين باستمرار يعني. باستمرار يعني خد اخر نسخه. طبعا. كابتن ايمن. انا طبعا المغرب والسنغال برضو، يعني انا شايف السنغال برضو. المغرب والسنغال. المغرب والسنغال. مفيش يعني امكانيه كابتن هاني تبقى فيه مفاجاه؟ يعني مثلا الكونغو
الكونغو فرقه كبيره، فرقه جامده جدا، فرقه كويسه قوي، بس انا ما اتخيلش ان هي تكسب البطوله. يعني انا ما اتخيلش ان هي تاخد البطوله. انا في بالنسبه لي مش حاسس ان هيكون في مفاجات. يعني انا اشوف الجزائر فرقه كبيره ممكن تكسب البطوله، والسنغال هشوفها فرقه كبيره. انا اخترت اثنين لان انا لازم اختار اثنين. لازم تختار اثنين. لكن اي حاجه، اي فرقه من الاربعه دول لو كسبت، سواء نيجيريا او السنغال او الجزائر او المغرب، طبعا عشان هيبقى امر طبيعي. مش هتبقى فيها مفاجات. يعني هيبقى كلهم هتبقى متوقع ان هم يكسبوا، والفرق الاربعه هم فرقه كبيره بصراحه. واحنا في اخر الفقره الثانيه ان شاء الله هاخد توقعاتكم يعني بالنسبه لدور ال 16 مين يعدي ومين كذا وكذا، ونشوف الطريق للنهايه. يعني همشي معاكم بتوقعاتكم لغايه الفاينل، ان شاء الله يعني. طيب نبدا. السؤال الاول عندي مع كابتن بسيوني، باعتبار يعني ان انت طبعا كنت مهاجم جامد جدا. بالنسبه لمنطقه قلب الدفاع، كابتن حسام اخر ماتش لعب 3 تمام صح كده؟ اللي هو كان رامي وياسر وحمدي فتحي. الماتش الجاي اللي هو ماتش جنوب افريقيا، مش مالناش دعوه انجولا. طبعا ما بنتكلمش عن انجولا دي بره الموضوع يعني. انت شايف ان الماتش بقى، لانه ده لا يحتمل الايه الخساره يعني في المجموعات بعوض، لكن ده اللي كده يعني. شايف يلعب ازاي فيما يتعلق بخط الظهر؟ تمام. انا عاجبني جدا ان الكابتن حسام مش بيلعب باسلوب واحد. عنده لكل مباراه اسلوبها الخاص، وده المهم جدا ان يكون عندي مرونه خططيه كويسه مع كل الفرق. لما جيت لعبت موزمبيق لعبت ب4، وده كان مهم جدا ان انا عايز اكسب. جنوب افريقيا لانها زيمبابوي تقصد؟ زيمبابوي. لما جينا نلعب مع جنوب افريقيا عندها كره سريعه وكره على الارض وتحركات كتير جدا، فعشان كده لعبنا ب3. وانجولا ادى فرصه لكل اللعيبه عشان يبقى معنوياتها عاليه ويبقوا موجودين ويحقق المطلوب منه بتصدر المجموعه. صحيح. لما نيجي نتكلم على مباراه بنين، مهم جدا جدا ان انا اكسب، لان الفارق كله في صالحنا رغم الاحترام الكبير جدا لبنين. انما انا هلعب ب4، الاربعه دول هيبقى محمد حمدي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم ومحمد هادي. يعني هيلعب 4 فلات يعني 3 4-3-3 دي يا كابتن مهم جدا ليه؟ في الحته الهجوميه بتديني شراسه هجوميه. التمانيتين بتوع بيطلعوا مع ال3 اللي قدام، ادي 5 مع الباك اللي ناحيه الكوره، يبقى دي بهاجم ب6 اقوياء جدا جدا. وبامن ب4 اللي هو رقم 6 والسردباكين والباك العكسي. يعني خلاص الكلام في سؤالي انا انها تلعب 4 مش 3. 4-3 تلعب 4 خط الظهر. طيب بمناسبه الحديث يا كابتن هاني على ماتش انجولا اللي هو لعب بيه بالبدلاء، وكان سؤالي للكباتن برضو امبارح. يعني انا قلت امبارح ان 10 ايام اللعيبه الاساسيه ما لعبتش، لان اخر مباراه لعبوها الماتش يوم الاثنين جاي يبقى اليوم ال11 بدون مباريات حقيقيه. انت كنت شايف ان الافضل يشرك بعض العناصر الاساسيه في المباراه الاخيره، يلمسهم حتى نص ساعه 25 دقيقه، ولا الافضل اللي هو عمله من وجهه نظرك فنيا وليه؟ لا، من وجهه نظري انا الافضل اللي هو عمله. ان هو يشرك ناس. ليه؟ اولا لان انا عندي ناس ممكن غالبا ما تلعبش ماتشات ثانيه. يعني ممكن دي الفرصه الوحيده ان هي ممكن يبقى تلعب ماتش. طب وليه المشكله ان انا ما اريحش الناس؟ هي المشكله ان انا ما اريحش اللعيبه اللي لسه لعبه ماتشين. اولا حابب بتفادى برضو الاصابات، لا قدر الله لو ممكن برضو حد يحصل حاجه فبقى عندي بتفادى اصابه. وفي نفس الوقت انا بريح اللعيبه عشان الماتش اللي بعديه. وانت لسه لاعب، هم لسه لاعبين ماتشين، فحتى لو قعد اسبوع 8 ايام حتى لو 10 ايام هو بيتمرن حتى لو من غير ماتش مش هتفرق معاه ومش هتاثر، مش فارقه مش فارقه. وفي نفس الوقت انت اديت فرصه برضو للناس الثانيه ان هي تبقى رجليها في الملعب، لان انت في الاخر ممكن تحتاج حد منهم برضو في اي وقت من الاوقات. فانت اديتهم فرصه ان هم يبقوا موجودين بيشاركوا. ممكن تحتاجهم ما تعرفش تحتاجوا الماتش اللي جاي. طيب يعني تعقيبا على اخر جمله دي، ممكن تحتاج حد مين من المجموعه الاخيره اللي لعبت انت شايف ان هو مؤهل ان ممكن يكون له دور ولو حتى كبديل، يعني بس بديل قوي يحتاج له كابتن حسام في وقت ما؟ انا بالنسبه لي مصطفى محمد مثلا علامه استفهام. بالنسبه لي يعني مصطفى، هل احنا بنتعامل مع مصطفى على انه بديل ولا بنتعامل مع مصطفى على انه لعيب اساسي؟ انت شايف ايه بيتعامل ازاي؟ انا شايف ان هو لعيب بديل. بس انا بالنسبه لي مصطفى علامه استفهام طبعا، لان انا طالما عندي راس حربه صريح وراس حربه في حجم مصطفى وامكانيات مصطفى، يبقى انا شايف ان مصطفى لازم يكون موجود في الملعب اصلا. طيب ده واحد. غير مصطفى هل في حد تاني انت شايف ابراهيم عادل طبعا وجوده هيبقى مهم. ابراهيم عادل طبعا. ابراهيم في اوقات معينه كبديل. كبديل. هو لجأ له في المباراه الاولى كبديل، بس المباراه الثانيه يعني شايف انه دول الاثنين بس. لا، وشوف مصطفى فتحي برضه. مصطفى فتحي لو خد برضه فرصه هيبقى برضه بديل طبعا كويس جدا. مصطفى فتحي طبعا. موافق على الكلام ده؟
طبعا بالنسبه بتكلم على الجزء الاخير ده. الجزء الاخير ده مهم جدا. يعني لعيب كوره ولعب في البطوله دي وخدها مرتين وفاهم، وطريقه الكلام واضحه وصريحه، ما بيجاملش. نعم. وانا كمان هضيف على كلام هاني. طبعا في طبعا دي انا اسف، دي تدريبات منتخب مصر ومنتخب بنين. اخر تدريبات. كل التوفيق لمنتخبنا طبعا. اتفضل. طبعا في مهند لاشين، طبعا من اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب مركز 6، لعيب جيد جدا. نعم. عنده صفات وميزات مميزه ونموذج لرقم 6 او مركز 6 مع مروان ده هياخد فرصه طبعا. في شحاته بس هو تقريبا في صلاح. اسف انا بس ممكن مهند عشان الاصابه الاخيره فممكن يكون عشان كده انا بتكلم هيستعين بيه بعد كده. لا بالعكس انا عايز يبقى كلنا نتكلم مع بعض. بنتكلم هاني هيستعين بيه في بعد كده. طبعا ان شاء الله طريقنا للنهائي باذن الله، اكيد هيستفيد منه. انا بتكلم عليه كخامه كمان، لعيب كويس جدا. في شحاته، في صلاح محسن كفيرود، بتتكلم في ابراهيم عادل. صلاح محسن انت ممكن تستعين بيه رقم كام كمهاجم؟ يعني انت عندك فيصل وعندك مصطفى محمد، اسامه فيصل طبعا، مصطفى محمد وصلاح محسن. صلاح محسن هو في مرموش في الحسبان. يعني لو مصطفى محمد سليم بيبدا، ممكن لو تغييره كفيرود ممكن يلعب صلاح محسن. لو مرموش لعب طرف. اوكي. نتكلم على فتوح كباك ليفت مع حمدي، التبادل. اتنين كويسين جدا، واحد بيدافع كويس قوي، واحد بيهاجم كويس قوي. تعرف توظفهم كويس على حسب السيناريو اللي انت بتشتغل بيه ككابتن حسام. وهو متعود على كده وبيحب كده، ان هو ممكن يغير باك ليفت بباك ليفت. يعني التغيير الكلاسيكي ده بتقدر تشتغل بيه وتقدر. وده افضل. ان انت كمان بتعمل سيناريوهات ليك ممكن تغير المباراه. وحصلت ماتش جنوب افريقيا الحقيقه يمكن عمل كام تغييره كده وقفتنا على رجلنا تاني ورجعنا للمباراه، مع ان احنا كنا بنلعب 10 لكن بنلعب على الدفاع الكومباكت اللي هو تضييق المساحات، وبنلعب على المرتدات للظروف اللي احنا كنا فيها. نعم. ظروف الطرد بتاعت محمد هاني. طب انا هقف معلش في الحته دي. انا اسف لمقاطعتك. يعني احنا لعبنا 10 زي ما الكابتن سمير قال بعد طرد محمد هاني. الشوط الثاني احنا اتضغطنا بضراوه يعني. وخلينا اكون صريح ان احنا كان ممكن جدا يتعادلوا معانا وممكن يكسبوا. كانوا بينقلوا جوه ال 18. يعني الشناوي بدليل ان هو رجل المباراه طبعا. يعني مش هيطلع حارس المرمى رجل المباراه الا اذا كنت انت مضغوط جدا. وكان ممكن نجيب جول برضه. لا والماتش ده كنا ممكن نجيب جول برضه. احنا وكان ممكن نجيب جول في هجمه مرتده. بس ال 45 دول يا كابتن هاني. والماتش ده فوق الشناوي يعني رجع الثقه تاني. ما انا هرجع لك على الشناوي. انا عارف ان هو صديقك وحبيبك، لكن بتكلم بقى على ان احنا نبقى 10. هل مقبول ان احنا نبقى مضغوطين بالشكل ده 45 دقيقه؟ طبيعي مع الكواليتي اللي انت بتلعب قدامه كابتن مدحت. جنوب افريقيا تيم محترم جدا جدا جدا، منتخب محترم بيلعب كوره، بيبقى عندهم لاعب زياده، فطبيعي جدا انك تبقى خايف على المكسب بتاعك فتنزل. ممكن يبقى الكابتن حسام حسن مش دي التعليمات بتاعته، لكن في بعض الاوقات اللعيبه بتبقى خايفه على المكسب يعني. فده انا بشوفه طبيعي جدا. لكن الروح والاصرار اللي احنا شفناها ما اختلفناش عليها ابدا. يعني بتمثل الدور الكبير اللي عملوه الرجاله دي يعني. المكسب بالروح والاصرار اللي حصل. هو واضح ان الفرقه طبعا شاربه قوي من حماس الكابتن حسام، ودي حاجه جميله جدا طبعا. لكن كنت بتكلم يا كابتن بسيوني على البعض تحدث في المباراه. احنا بنتكلم عشان نستفيد فيما هو قادم. يعني البعض تحدث انه خروج عمر مرموش هو اللي ضغطنا الضغطه دي، لان ما كانش عندنا حد ينقلنا بسرعه الجانب الاخر. انت شايف التغييره دي كانت مناسبه او لا او ليه؟ والله يا كابتن انا مش عارف ان كان عمر اشتكى من حاجه. لا خالص. لا خالص. انا شايف ان عمر وصلاح يا كابتن والناس اللي عندها سرعات والمهاره دي بتبقى موجوده طوال الوقت، بتديني دايما افضليه ان انا ممكن في اي لحظه من المباريات ان انا انهيها في اي وقت. وده حصل في ماتش الاولاني لما كسبنا 2 بهدف عمر وبهدف محمد صلاح. نعم. فوجود اللعيبه دي مهم جدا لاطول فتره ممكن. أيوة. فطول ما هو سليم وهو في امكانيات البدنيه واقف على رجله ما عندوش اي نوع من انواع الاصابات، فيجب انه يكون موجود طول الوقت. ما يطلعش خاصه واحنا 10. ايوه واحنا 10 ده يا كابتن الفرقه ضغطانه. جنوب افريقيا عندها مساحات كبيره في الخطوط الخلفيه. اي هجمه مرتده منظمه مع التحولات والسرعه واللاعيبه اللي عندها المهاره والسرعه تقدر اوصل لمرمى المنافس بهجمه مؤثره، اقدر اسجل الهدف تاني. كنا قضينا على
ما المباراه. هو انا لازم ده اللي برضو احنا يبقى في بنقوله. تغيير، يعني لازم يبقى في تغيير من الاثنين اللي قدام، يا صلاح يا مرموش، عشان نص الملعب بتاعك لان في حد لعب باك رايت، فاهم قصدي؟ يعني امام نزل لعب باك رايت، فلازم هي يعني لازم اما يبقى هو في امام تغيير. نزل تحت بكرات مكان، يعني انا اقصد ان كان لازم هاني. في تغيير، لازم في حد يخرج، يا صلاح يا مرموش من الاثنين اللي قدام. يا كابتن برضه فهو خرج نقطة. مرموش. ليه نقطة صلاح مهمة ومرموش؟ جدا يا كابتن عبد الحميد، انا إضافة بخرج لكلامك. المهاجم بخرج المهاجم والعب بدون مهاجم. بدون مهاجم مع السرعات والمهارات بتاعت صلاح ومرموش، في اي كرة يقدر يعدي واحد ضد واحد، هيقدر يعدي، عنده السرعة الكافية انه يقدر ينقلني من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، واقدر اوصل ويخف حتى الضغط عني. انما اي لعيب ما عندوش المهارة والسرعة، بتتقطع الكرة بسرعة في مناطق مؤثرة، وكده كده هنفضل طول الوقت مش قادرين. مضغوطين. صح، بس هي دي اللي أنا عايز مين اللي كان أضيف ممكن عليه. يخرج من لا، اي اللعيبة اللي لاعب في من الملعب؟ وسط الملعب يطلع اي لاعب من وسط الملعب، انا لكن اتخيل يا ما كابتن، كده كان انا هيفتح نص اتخيل الملعب. ان اتفضل. فكر كابتن حسام في النقطه دي ان هو مرموش ممكن يكون هو بالنسبه له، صلاح ومرموش اقل من الناس اللي موجوده في الناحيه الدفاعيه، احنا اوريدي ناقصين واحد. مم. فلو هلعب بمرموش وصلاح فهو ممكن يحسبها ان هو عندي اثنين اوريدي غير اللي اتطرد، انا عندي اثنين ناقصين في الدفاع. او ممكن يكون كابتن حسام حاسبها كده. لا، اتنين ليه؟ هو لاعب واحد، اتكلم على هاني يعني. لا، ما احنا واحد اتطرد خلاص، مش موجود. خلاص. صلاح ما بيدافعش قوي. ايوه. مرموش برضو مش في الحته الدفاعيه، يعني عنده تريزيجيه احسن في الحته الدفاعيه وزيزو احسن في الحته الدفاعيه. فممكن يكون كابتن حسام هو حسبها ان انا اسيب صلاح هو اللي هيبقى مثلا اللي قدام لوحده، ويبقى عندي الاثنين، زيزو بيدافع كويس وتريزيجيه بيدافع كويس، لكن لو خليت مرموش اللي هو دفاعه اقل منهم شويه، طيب. فممكن يبقى الاثنين بالنسبه لي يبقى الموضوع مؤثر شويه في الحته الدفاعيه، وانا اصلا لو ناقص لا قدر الله دخل فيك هدف يا كابتن هاني في اي وقت وده من كان أوقات وارد المباراة. جدا. انا بقول لك لا، ما انا بحكي، انا بقول لك انا متخيل ان ده وجهة فكر نظري كابتن ان حسام. انا ممكن يبقى فيا يجي هدف في اي وقت من اوقات المباراه، فهرجع النادي ازاي تاني في الملعب. حاجه يا كابتن بسيوني، هنا المرونه التكتيكيه بتلعب دورها هنا. بمعنى ان انت النقص العددي عندك بعد طرد هاني في الدقيقه 43 الشوط الاول كانت مشكله للمنتخب المصري. الكابتن حسام عمل ايه؟ طلع مرموش ونزل امام باك رايت عشان يزود النواحي الدفاعيه. انت اوريدي انت بتضغط، فطبيعي ان انا يبقى في بلعب على التكتل الدفاعي والمرتدات، فجاب صلاح فروت في العمق وطلع مرموش زي ما قال هاني ان تريزيجيه من النواحي الدفاعيه افضل شويه. فهنا امام عاشور غطى مكان هاني او بلعب مكان هاني، وكمان بوظائف او بنزعه هجوميه، نزعه هجوميه، بس ما وراح كانش للجول قادر اكتر الحقيقة. من مره مرة وضيع أو مرتين. هدف. لسه ويليامز بدنيا شالها. ما وقفش على رجله. فدي صحيح. كانت مهمه جدا يا كابتن مدحت ان هو يعمل روتيشن داخل الملعب. لكن انا كان ليا راي كده بسيط ان هو يسيب مرموش شويه، لان مرموش عنده سرعه ناحيه الشمال كمان جنب صلاح. ولو نرجع للمباراه الاولانيه هو اللي كسبك ناحيه الشمال، عمل مراوغه وجاب هدف كامكانيات. ودي ميزه عنده في ناحيه الشمال وجاب لك هدف. يعني أيوة كمان طبعا. كان ممكن يعملها في ماتش جنوب افريقيا وانت عندك النقص العددي كمان. بالظبط. والمساحات الكافيه لكده. بالظبط. هو يمكن اللي احنا بنتكلمه ده، انت كابتن هاني كان بيتكلم على وجهه نظر كابتن حسام. تمام. لكن انا وجهه نظري انه ما يجبش ان نقول وجهه نظري في وجودكم يعني، لكن خليني اقولها يعني. انا دايما اقول ايه، مش هقول بس كبير. ده انت مدرب كبير يا كابتن. يعني انا لما عندي 9 غير الجول كيبر، والله لو خليت 7 في نص ملعبي وسبت صلاح ومرموش في الكور خصوصا ان كان جنوب افريقيا كلها هجمه بالظبط. اي واحده دي يمين او مساحات شمال كانت كبيره يا كابتن في الخطوط الخلفيه، وجبابره الاثنين جبابره، صلاح او مرموش. اي واحد ضد واحد هيعدي وسرعات عاليه جدا. احنا برضو الكلام ده كله بنتكلمه اذا كانوا بيتفرجوا علينا في المغرب يعني. بيتفرجوا يا كابتن. لما انا عارف حتى اخر مره بعتوا لنا رساله عن طريق كابتن ابراهيم حسن وكده. فخلينا نقول انه ده للمصلحه. بالظبط يعني يا كابتن. لا قدر الله لو احنا يعني بنخرج يا كابتن واحنا قاعدين وجهات نظر مختلفه. بالظبط. ممكن تلقى القبول عند البعض، وممكن يعني لو في معلومه يقدر يخرج بها من هذا الحوار هم مستفيدين. بس يا كابتن مدحت في الاول والاخير حسام نجح بدي خلاص عشان النتيجه خلصت كده بالظبط كده. لكن لا قدر الله قوي مع الشناوي خط الظهر، فانت قلبت الجيم كله زون ديفense وعلى المرتدات. هو عايز كده ونجح بيها. هو نجح لان ربنا اراد بالظبط. ده لكن لو لا قدر الله انا شفت الماتش طبعا كلنا اتفرجنا، كانوا بينقلوا جوه ال 18 زي ما كنا مميزين جدا كابتن سمير. احنا في البدايه قلنا ايه؟ قلنا ان الكابتن حسام اجاد
وتصدر المجموعه طبعا، واحنا بنتناقش في وجهات نظر فيما هو قادم. الشناوي وخط الظهر واداره المباراه لكابتن حسام هو اللي خلانا نخرج بالمباراه. طبعا. طيب كابتن هاني، قبل ما نطلع على الفصل الاولاني، زيزو تقييمك لادائه فنيا ايه؟ وهل هو محتاج حاجه ممكن تقولها له؟ محتاج حاجه اقولها له؟ لا، هو يعني مفيش حاجه اقولها له. يعني اداؤه في الملعب، هل هو الاداء اللي ينتج قيمه حقيقيه في المركز اللي هو بيلعبه؟ لا، يعني اشوف ان ممكن يكون حد تاني افضل منه في المركز ده، بس يظل وجود زيزو برضه بالمجهود اللي بيبذله واللعب بتاعه، هو وجوده مهم. يعني مش هقدر اقول لك ان هو مش مهم. اكيد هو لعيب كبير. هو لعيب كبير، ووجوده اكيد مهم. وانا بالنسبه لي حته ان اللعيب يعني فكره ان اللعيب بيحاول، ممكن يكون لعيب في ماتش او ماتشين او في وقت معين هو مش في حالته. نعم. فما بتطلعش، ما بيبانش مستواك الحقيقي فيه. بس في الاخر طالما انت بتبذل المجهود الكبير اللي انت بتحاول فيه، فده بالنسبه لي بيبقى كافي في بعض الاوقات. ايوه. لكن في الاخر هقول لك لا، يعني انا شايف ان ممكن في ناس، يعني في ناس ممكن تلعب مكان زيزو طيب وفقا لكلامك ان انت عايز تلعب مصطفى محمد، صح كده؟ صح. وبالتالي الطرفين مؤكد هيبقى مرموش وصلاح. مظبوط. صح كده؟ مظبوط. خش لي على وسط الملعب بقى. الثلاثه بتوع وسط الملعب. في ظل طبعا وجود مهند مصاب، ده اللي انا شايفه. اصابه مهند يعني هو لو مش كان سليم كنت عايز تبتدي بيه؟ لو مهند سليم ابدا بيه. لا والله. لو مهند سليم، خصوصا ان الفتره الاخيره مهند حالته كمان باينه، يعني حالته كويسه قوي. انا يعني هو معايا، فانا شايف حالته. انا عارف، بس ومش يعني بقولها عشان هو في بيراميدز خالص. لا خالص. انا شايف فعلا التطور بتاعه الفتره الاخيره، وشايف حالته على طول كانت ماشيه في حته ايجابيه على طول. طب خلينا نمشي معاك ومهند سليم. لو مهند سليم في بقى حمدي فتحي هساعدك، وفي امام عاشور، وفي زيزو، وفي مروان عطيه. بص يا كابتن، انا بالنسبه لي امام يلعب اساسي لو هو في حالته البدنيه، لو هو جاهز. يعني امام لو هو جاهز، انا شايف ان امام يبقى ثالث نص الملعب. انت شايفه جاهز؟ لا. طيب يبقى نستثنيه. اوكي. لكن هو امام لو هو جاهز، امام طبعا هيبقى اساسي مع الثلاثه بتوع اكيد لو جاهز. خلاص اعتبره مش جاهز. اوكي. لكن انا اشوف مهند واشوف حمدي، يعني مهند وحمدي فتحي. اوكي. تريزيجيه مثلا. ممكن تريزيجيه معاهم. مهند وحمدي فتحي، وتحط مروان عطيه بره. تحط مروان عطيه بره. هسالكم، انا عارف ان انتوا عايزين تعقبوا على الكلام ده كله. انا عامل تشكيله اهو يا كابتن. ايوه، انا هنروح لك ده اكيد، يعني هروح لكم انتوا كلكم. لكن خلينا نشوف لقاء مع المدير الفني الالماني جيرنوت روهر لمنتخب بنين. كان لنا الحقيقه يعني الحمد لله الحظ ان احنا سجلنا معاه حديث، او اختصنا احنا بحديث مترجم. هنعرضه وتسمعوا كلامه ايه، وفاصل ونرجع بقى نسال الكباتن الاسئله الاخرى. تحياتي اليك كابتن مدحت شلبي ولكل مشاهدي MBC مصر في كافه انحاء الوطن العربي. اجواء البطوله الافريقيه متعه لا تنتهي هنا في المغرب وفي كل المدن، واحنا دلوقتي موجودين في سويقه باب الحد هنا في العاصمه المغربيه الرباط. موجود معانا المصري والمغربي والجزائري والتونسي، كل الحبايب وكل العرب هنا متجمعين. برحب بكم جميعا في MBC. نبدا بالمصريين. برحب بيك في MBC، كلمني عن اجواء البطوله. اول حاجه مساء الانوار يا كابتن مدحت، ايه الاخبار؟ بنحبك قوي. اجواء البطوله عالميه، جينا ورا منتخبنا وباذن الله ناخد البطوله ونروح بيها واثقين فيهم وواثقين في كل لاعبتنا. الافضل ياخد البطوله، بس احنا باذن الله ناخد البطوله. شوف راي الجزائريين. نحن جزائريين جينا ندوا البطوله منا من المغرب كما ديناها في مصر في 2019. ونطلب الشفاء للاعب الظاهره يوسف بليلي، نطلب له الشفاء منا اخويا العزيز. نشوف راي التوانسه. تحيه لخاوتنا المغاربه، ونحبوا المغاربه بزاف وديما الهريسه، والله محبوبين على الاخر. تحيه لك، تحيه للمغاربه الناس الكل. بالتاكيد المغاربه اهل الكرم كله. تحيه لكل جمهور المغرب، ديما مغرب. اولا كنرحبوا بجميع الجماهير الافريقيه والعربيه، ونحن في هذا البلد بلد ديال الضيافه والكرم، وجميعا مرحبا بجميع الضيوف الكرام. والحمد لله لنا الشرف نظمنا هذا كاس افريقيا بنظام
ناقص بزاف الحمد لله. بس بالتاكيد النهارده كان مجمع كل الاعمار السنيه وكل الاسر. برحب بيك في MBC. السلام عليكم في المغرب، مرحبا بكم. قاعد دولي مثل يجيو، وان شاء الله غادي نربحوا كاس افريقيا. مبسوطه كتير. طيب عايزين بقى كل واحد يقول اغنيه للمنتخب بتاعه. نبدا بمصر. مصر دي اكتر هتاف مشهوره عندنا. سطلانه لا، احنا بنهتف لمصر بس. مصر وبس. مصر. تحيا مصر. طيب الجزائريين بيقولوا ايه في المدرجات؟ 1 2 3 فيفا الجيري. 1 2 3 فيفا الجيري. والمغرب والجزائر وتونس ومصر خاوه. والتوانسه بيقولوا ايه في المدرجات؟ سيبيني الامور. نشوف المغاربه بيقولوا ايه في المدرجات بقى. الرجال احرار مشرق الانوار، منتدى وحمى عيش في الاوطان، العلا زولوا ذكرى كل لسان، روحي بالجسد هب فتى هب نداء في فمي وفي دمي وقطر نور ورا. اخوتي هيا في العلا سعيا، نشهد الدنيا انه يحيى وشهد الله الوطن. وبالتاكيد ديما كل الدول العربيه. بالتاكيد العوده اليك كابتن مدحت شلبي، اتفضل. شكرا جزيلا لصديقنا العزيز دكتور حسن غنيمه على هذا التقرير الرائع والجماهير الجميله. 3/4 كلام انا ما فهمتوش حد يعني لكن الكلام بيبقى لاضم في بعضه قوي، بس ما شاء الله اللهجات مختلفه لكن كلها حب وكلها تشجيع جميل. انا عايز اسال الكابتن هاني يا جماعه قبل ما نروح للمنتخب، هنرجع للمنتخب ده اكيد وهاخد توقعاتكم. حامد حمدان هيبتدي التدريب امتى معاكم؟ اول ما نبدا تمرين ان شاء الله. اول ما نبدا تمرين، احنا هنبدا يعني كمان يومين ان شاء الله. فاول ما يعني هو خلاص هيبدا معاكم بعد بكره ان شاء الله. طب ممكن تديني كواليس يعني، لان احنا كنا قلنا هو الولد قال زملكاوي وبعدين الاهلي دخل وبعدين انتوا خلصتوا، تقدر تديني كواليس بسيطه كده؟ طيب بص، هو انا كابتن احنا مش يعني احنا ما بنخشش في لعيب الا لو احنا حاسين فعلا ان احنا محتاجينه خالص. يعني مش هنخش ابدا في لعيب لمجرد ان في فرقه ثانيه عايزاه. فاحنا ده مبدا عندنا ان احنا لما بنجيب حد بنجيبه عشان احنا فعلا محتاجينه. اكيد. تقصد يعني مش نكايه في حد، تقصد تقول كده؟ مش مجرد انه في لعيب طلع، اصل في مثلا بيطلع لعيب فتلاقي الانديه بتتنافس على لعيب معين وكده، فالناس بتخش في التنافس وخلاص. لمجرد التنافس او ده انت ما تاخدوش هاخده انا. بالظبط. فلا خالص بالعكس. بجد؟ انا عايز اقول لك حاجه. تعرف رحيم؟ تعرف رحيم عبد الحق؟ كلمه قول له انا ساله على حامد ده من امتى. لا الكلام ده بجد يعني. طب مين رحيم الاول ده عشان عندكم ما شاء الله هاني فرقتين يعني ما شاء الله مش محتاجينه، بعد ما الاهلي كان هيخلص فيه خطفوه. معلش يعني دي قصه ثانيه. ثواني يا كابتن، هرد بقى على كابتن سمير عشان عايز اعرف مين رحيم الاول عشان الناس تبقى عارفه. لا هترد بس قول لي مين رحيم عشان الناس تبقى عارفه. رحيم المدير الرياضي بتاع فريق بتروجيت. طيب اتفضل كمل. ده قبل يعني اول ما حد يعني تقريبا لما الناس سمعت الناس بتتكلم على حامد كان اعتقد نادي الزمالك ان هو اللي بدا يفتح الكلام. احنا عرفنا كده بالظبط. انا قبل اساسا الزمالك انا كنت اتكلمت معاه، اتصلت بيه وبدات اساله على حامد لان انا شفته معاه واحنا بنلعبه كمان وشفته في الماتشات الثانيه، فشفت ان في عنده حاجه كويسه. وبيلعب في اكتر من مركز. فاكيد هنحتاجه في اماكن معينه، ممكن يلعب في الديفنس، بيلعب في نص الملعب، بيلعب بيلعب باك ليفت كمان على لعيب هايل. عنده يعني فبيلعب في كذا حته وبيشوط كويس، يعني عنده امكانيات كويسه. كويس. هتسيبني نرد طبعا يا كابتن سمير. خلاص هو لعيب كويس يستاهل يعني، مبروك طبعا. بس انا عايز اسمعك وترد عايز لا عشان كابتن سمير بس بيقول لي بجد يعني انتوا ما بتجيبوش، يعني واضح ان انت هو فاكر ان احنا بنجيب لعيبه عشان احنا مثلا طب هات لي اسم واحد بس. مين اللعيبه؟ بحسن النيه ان انا اقصد ان فرقه بيراميدز ما شاء الله عندكم فرقه بره وفرقه جوه، فدي ميزه على فكره وشطاره. طب انا عايز اقول لك حاجه، هو النادي الاهلي ما عندوش فرقه بره وفرقه جوه. انت عندك هو النادي الاهلي ما عندوش فرقه بره وفرقه جوه. لا الاهلي دلوقتي بيعاني ان هو ما عندوش البديل. كابتن سمير معلش بيحاول يزود الصفقات في يناير. كل واحد ده اللي انا اقصده. الفرق الكبيره دايما يا كابتن لازم تدور على تدعيمات قويه عشان يفضل طول الوقت قوي، يغيب عنه لعيبه ما يتهزش وما يتاثرش طالما منافس على البطولات. طب انا سؤال تاني معلش، انتوا خلصتوا معاه قبل البطوله العربيه ولا بعد؟
لا بعد البطوله العربيه، بس كان في اتصالات ده اكيد يعني. كان في اتصالات. هل كنتوا عارفين ان الاهلي مقدم عرض؟ اكيد عارفين طبعا. يعني بنسمع زي ما الناس كلها بتسمع. بتسمعوا. يعني طب لما جالكم كان رغبه اللاعب والنادي، ولا النادي هو اللي كان عايز القرش الاكتر بالبلدي كده؟ لا انا كان بالنسبه لي مهم برضه رغبه اللاعب، لان هي في الاخر هي اللي كانت هتحسم الموضوع. وهو يعني ابدى رغبته انه يجي لكم. ما هو جه. انا عارف هو انه جه، اوريدي جه لكن خلاص. ممكن جه لانه النادي قال له يا هتروح هنا يا هتقعد. لا ده وارد برضه. لا هو كان عنده رغبه ان هو يكون موجود معانا. طيب في كلام على حمدي فتحي زي ما بيقولوا وسام ابو علي بصراحه؟ زي ما بيقول مين؟ زي ما بيقولوا وسام ابو علي وحمدي فتحي بيقولوا ان بيراميدز. لا وسام لا طبعا مفيش وسام خالص. مفيش وسام خالص. لا حمدي كان في كلام طبعا، بس الموضوع كان وقف ولسه بقى يعني ما نعرفش لسه هيحصل ايه دلوقتي يعني. لكن كان في كلام. كان في كلام من بدايه الموسم. وهو بره في قطر مش كده؟ في قطر وهو ابدى استعداد. يعني كان في كلام بس ما وصلش الموضوع، ما وصلش يعني ان احنا نخلص فيه يعني نخلص فيه ان هو يجي يعني. اوكي، لكن ما زال عندكم الرغبه ولا خلاص توقفت؟ هنشوف بقى لسه لما المدرب نرجع كده التمرين ان شاء الله، ولسه هو حمدي موجود كمان مع المنتخب، فلسه هنشوف يعني الفتره. لسه هنشوف. تمام. رد عليك كده خلاص؟ لا هاني شاطر وبعدين ذكي. هاني لعبنا مع بعض في نادي المصري سنتين، وهاني اعرفه كويس جدا يعني. ولما بندردش كده ما بنزعلش، مش زي يعني ناس تفهم غلط او حاجه. لا احنا بنرد رد كوره يعني. احنا بنتكلم بقول ما شاء الله. انت خريج اعلام اساسا مش كده؟ انا خريج اعلام. بنتكلم يعني اعلام طبعا. فبقول ان فرقه بيراميدز ما شاء الله عندهم فرقتين، ويقول لي النادي الاهلي هو ما عندوش فرقتين. لا النادي الاهلي ما عندوش فرقتين. النادي الاهلي بيعاني الفتره اللي جايه ان في ناس هتمشي في يناير، وبيفكر او بيتكلم مع 5 6 صفقات عشان يتقلوا الفرقه تاني. طب هقف هنا. في كلام ان الاهلي عايز يرد لكم الاختيار ده بانه هيسقط من عندكم مايلي. سمعت حاجه زي كده؟ سمعت الكلام بيتسمع بيتسمع طبعا. طب هو مايلي قعدوا السنه دي اخر سنه؟ قعدوا السنه دي اخر سنه. لسه ما جددش؟ لسه ما جددش ولسه بنتكلم. بس في الاخر هرجع اقول لك يا كابتن، احنا لينا حدود في الاخر في الفلوس يعني. في الاخر ما عندناش. هو طالب زياده يعني؟ طبعا هو بالمستوى اللي قدمه الفترات الاخيره والاهداف المؤثره اللي جابها برده معانا، فاكيد وجاي له عروض كمان من بره. يعني جاي له عروض من بره. شغل في الانتركونتيننتال بالظبط. فجاي له فالعروض من بره كمان. انت عارف لما بتسمع من بره برده الموضوع بيختلف معاك شويه لما تسمع ارقام كمان من بره. طبعا. فاحنا مش هنروح في الارقام دي خالص. فاحنا حابين طبعا هو يكون موجود معانا. ولو هو عنده الاستعداد او عنده الرغبه انه يبقى موجود معانا ويكمل، هنبقى طبعا سعداء. لو كده خلاص يعني. محمد حمدي موقفه نفس موقف مايلي؟ لا حمدي لسه عنده سنه غير دي. لسه فاضل له سنه كمان. بداتوا تتكلموا معاه في التجديد ولا لسه؟ حمدي طبعا لعيب دولي ولعيب مهم بالنسبه لنا، فان شاء الله يكون موجود. هو ومصطفى كمان نفس الكلام ان شاء الله. مصطفى فتحي. جميل. طيب نرجع للمنتخب. ما لازم كنا مش هنفوتها يعني. طبعا. انا عايز اسالك سؤال يا كابتن ايمن قبل ما نروح المنتخب. احنا طبعا شفنا شباب الاهلي وهو بيلعب، شفنا شباب الاهلي بيتغلب، وشفنا الاهلي بيتغلب، لانه المجموعه اللي موجوده اللي لعبت الماتش اللي خرجوا فيه من الكاس بمنتهى الصراحه كلهم كبار ما عدا لاعب واحد. وانتوا في قطاع الناشئين كان ده مستواكم؟ لا للاسف يعني اللي انا شفته في الماتشات اللي هي بتاعت الناشئين اللي هو كاس العاصمه. كاس العاصمه كان لا يعني المستوى زمان كان مختلف تماما. يعني في قطاع الناشئين كان في اسماء رهيبه ولاعيبه من هم في الناشئين كان اسمائهم مسمعه يعني. فلا يعني المستوى اللي قدموه ما كانش افضل حاجه. وقطاعات الناشئين دلوقتي انا بشوفها يعني محتاجه دراسه افضل من كده بكتير، لان النادي الاهلي يستحق ان يبقى عنده في الناشئين عنده يبقى مصدر قوه للفريق الاول يعني انا اتصور لو في جيلكم لعبتوا اللي هي في القسم الثالث اعتقد هيبقى الامر بالنسبه لكم في المتناول تماما يعني. طبعا هم جالهم كذا فرصه يعني في فرصه السنه دي وفرصه السنه اللي فاتت. احنا لا فرصنا احنا كانت اقل يعني. لاعب ممكن يلعب شويه، لاعب تاني يلعب شويه، لكن هم بيلعبوا كتيم مع بعض وحافظين بعض. فدي كانت فرص بالنسبه لهم فرص كبيره. لكن
في بعض اللاعبين طبعا كويسين، لكن محتاجين شغل كتير جدا. محتاجين شغل كده. هو وقف المحترفين في القسم الثاني مش الثالث، انا اسف يعني، وله كل الاحترام طبعا. بس يبقى الاهلي هو الاهلي طبعا. وبرضه الزمالك بصراحه ايضا عروض مترهله جدا. يعني برضه عايز اسالك باعتبارك زملكاوي كبير، يعني انا شفت اتفرجت على الزمالك اتغلب كان امبارح 3-0 النهارده 3. النهارده لا يعني كله ناشئين. هل انت لو مسؤول تلعب بالفرقه دي ولا تعتذر احسن؟ لانه في النهايه يا جماعه ده تيشيرت زمالك. شوف يا كابتن، انا مع فكره ان انا لو مش هشارك واظهر بالشكل اللي يناسب وقيمه النادي ما ينفعش اشترك. وما ينفعش اجيب الفرقه قبل المباراه ب 48 ساعه واقول لهم ان انتوا هتلعبوا مباراه الاتحاد قبل المباراه ب 48 ساعه. لا، انا ضد الكلام ده تماما، لان في الاول والاخر التاريخ لا يعترف الا بالنتائج. مش هيجي بعد 5 سنين يقول لك ان الاهلي كان بيلعب، ان محدش هيقول كده. بالظبط كده. هي نتيجه اتحسبت عليك واداء. انت ممكن تكون اتسببت في ازمه نفسيه للاعيبه الشباب انهم ما ظهروش بالصوره كنا دايما اللاعب الشباب اللي زي ما قال الكابتن ايمن يطلع في وسط لعيبه كبيره تشيله فيلمع. انما انت بتحطهم كلهم مع بعض ما بيقدروش يقوموا بالادوار اللي هي مطلوبه منهم ضد الفرق الكبيره. يعني الاهلي ضد المقاولين عمل مباراه كانت صعبه جدا على شباب النادي الاهلي جدا، زي ما المباراه النهارده الاتحاد كانت صعبه على شباب نادي الزمالك. فطالما مش هتظهر بالصوره السليمه اللي تليق باسم ناديك يبقى لازم تعتذر. هل احمد عبد الرؤوف اتظلم من وجهه نظرك؟ لا، هو ما اتظلمش، هو عمل اللي عليه واشتغل بشكل جيد، لكن بتتكلم في المرحله اللي نادي الزمالك فيها دلوقتي محتاج مدرب كبير عشان يطلع من الموقف اللي هو فيه. لكن انا شايف ان احمد عبد الرؤوف جاي مؤقت وخد خبرات من الفتره دي، لكن ممكن يبقى راجل تاني زي ما كلمت مع حضرتك قبل كده. ونقطه مهمه جدا جدا زي ما قلنا محمد يوسف وكابتن حسام البدري خدوا نفس التجربه ونجحوا فيها، كانوا رجل تاني وبقوا مدير فني وخدوا افريقيا. بس هو جاي مدير فني في احمد عبد الرؤوف كان بيدرب بلديه المحله. مظبوط، بس بلديه المحله غير الزمالك. طبعا موضوع جماهير واعلام ولاعيبه ونجوم ولاعيبه دوليه فبتختلف. عشان كمان الخبرات بتاعت المدرب بتنقلها للاعب. انت بتلعب في افريقيا وكونفدراليه وبتلعب دوري وكاس الرابطه، كل دي ضغط على مدرب لسه ما خدش خبرات كبيره، لكن هو خامه كويسه ومحترم وهو اللي جاي. لكن حد كلمه سوري انا اسف لمقاطعتك. لا، لكن هو القرار لو نادي الزمالك خده لمصلحه عبد الرؤوف ومصلحه نادي الزمالك. ماشي. في كلمه واحده، كانوا قبل كده كلموك حسين بلبيب كان كلمك وكنت انت اعتذرت كنت مرتبط. هل المره دي حد كلمك ولا ما حصلش؟ طيب سريعا بقى هتدوني توقعات بسرعه جدا. ابدا من عندك كابتن بسيوني، تقول لي مين اللي يكسب؟ مالي وتونس؟ تونس سريعا. تونس. ده يوم السبت ان شاء الله الساعه 3. تونس. كابتن هاني؟ مالي. كابتن سمير؟ تونس. مالي. يبقى احنا كم مالي وكم تونس هنا؟ 2 مالي و2. طب وانا مالي. طيب السنغال والسودان؟ السنغال يا كابتن. السنغال 4 سنغال. 4 سنغال. مصر وبنين؟ مصر يا كابتن. مصر. ايجيبت. كوت ديفوار وبوركينا فاسو؟ كوت ديفوار. برضو؟ طيب جنوب افريقيا والكاميرون؟ جنوب افريقيا يا كابتن. الكاميرون. اوكي. كاميرون. 3 كاميرون 1 جنوب افريقيا. خلي بالك انا مسجلها لكم الكلام ده كله على الهوا. المغرب وتنزانيا؟ المغرب. المغرب طبعا. كله المغرب. الجزائر والكونغو الديمقراطيه؟ الجزائر. ده اصعب ماتش يا كابتن. ده صعب جدا. ده اصعب ماتش. ماتش معقد. يعني ده اصعب ماتش، مش عارف اقول الكلمه على طول. عندك حق. ده اصعب ماتش. كل الماتشات صعبه. بس الجزائر اقرب. طالبين يا كابتن هاني ان احنا يعني هي على الورق الجزائر اقرب، لكن في الملعب طبعا كونغو فرقه كويسه قوي. الكونغو. انا بقول الجزائر. نيجيريا موزمبيق؟ نيجيريا. انت مين عليك الدخول؟ نيجيريا. طيب اللي هيكسب من مالي وتونس هيقابل اللي هيكسب من السنغال والسودان. انتوا كلكم اجتمعتوا على السنغال صح كده؟ تمام. مالي وتونس احنا قلنا 2 و2 صح كده؟ تمام. طيب اذا التقت مالي مع السنغال، اللي قال مين اللي قال مالي هنا؟ انا قلت مالي. مين يكسب مالي ولا السنغال؟ السنغال.
ها السنغال. السنغال. واللي قال تونس والسنغال. السنغال لازم. انا قلت تونس. لا السنغال. السنغال. يبقى احنا متفقين كلنا ان غالبا السنغال هتروح للدور قبل النهائي، مش كده برضو؟ السنغال. طيب احنا قلنا هنا اللي كسبان من مصر وبنين اجتمعتوا على مصر. كوت ديفوار وبوركينا اجتمعتوا اعتقد على كوت ديفوار كلكم؟ طيب اللي هيلتقي مع مصر وكوت ديفوار الامنيه مصر. تمام. التوقع مصر. يا رب يا رب يا رب ان شاء الله. طيب جنوب افريقيا والكاميرون، انتوا اجتمعتوا على الكاميرون كلكم ما عدا واحد تاني؟ انا قلت جنوب افريقيا كده. انت قلت جنوب افريقيا. كاميرون صح؟ طيب لو قلنا الكاميرون وكلكم اجتمعتوا على المغرب، الكاميرون والمغرب، اللي قال الكاميرون المغرب يا كابتن. المغرب. اللي قال جنوب افريقيا والمغرب. انا قلت جنوب افريقيا فانا بقول المغرب يا كابتن. المغرب. وهنا المغرب. يبقى المغرب هتبقى من الاربعه الاخرانيين. يبقى السنغال ومصر والمغرب لغايه دلوقتي. بالظبط كده. الجزائر والكونغو اجتمعتوا على الجزائر، وهاني كابتن هاني قال الكونغو. نيجيريا وموزمبيق اجتمعتوا على نيجيريا. لو قلنا الجزائر ونيجيريا، مين اللي قال الجزائر؟ انا قلت الجزائر. جزائر ونيجيريا. جزائر. وانا قلت الجزائر بقى. نيجيريا. الجزائر ونيجيريا. نيجيريا. انت هنا قلت الكونغو ونيجيريا. مش ماشي مع الكونغو الاخر؟ لا نيجيريا. خلاص الكونغو لحته معينه وخلاص. مش هروح لكم بقى للجزء الاخير لانه كفايه ان احنا وصلنا لغايه كده، واعتقد بنسبه كبيره هتبقى هي دي التوقعات ما لم تحدث مفاجاه. ممكن يا كابتن انا رايي مصر والمغرب في النهائي. يا رب يا اخي لان احنا بعيد عن مصر عن المغرب خالص. يعني هم ممكن نتقابل في الوضع، اتوقع هيبقى نهائي قوي جدا. وان شاء الله يا كابتن انا اللي بقول لك ان شاء الله باذن الله مصر ترجع لنا بالبطوله يا رب، لان احنا عندنا الحمد لله في البطولات والروح بتعلى كل مباراه عن الثانيه. عندنا لعيبه امكانياتها عاليه، ثقتنا كبيره فيهم يا رب. فان شاء الله يحققوا لنا اللي بنتمناه. احنا طبعا انتوا عارفين في طريقنا في السنغال وفي كوت ديفوار. ايوه هنا دي او دي. طبعا السنغال وكوت ديفوار جامدين جدا. كنا نتمنى طبعا نبعد على السنغال، بس نعدي الاول يوم الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله. حد حابب يقول اي حاجه؟ شكرا كابتن بسيوني، شرفتنا ونورت. الله يخليك كابتن. شكرا كابتن هاني، شرفتنا. شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. شرفت كابتن سمير. شرفت كابتن هاني. شكرا جزيلا. مع دولي روشن ومجموعه رائعه جدا من الاهداف، ولكن بعد الفاصل.